بيبدأ الأنمي بتاعنا بشاب ماشي في الطريق، ولما كان ماشي عربية خبطته ومات. بس بيصحى الشاب ده في جسم طفل في عالم تاني، وبيكون في راجل عجوز شايله، وبيكونوا واقفين قدام عربية متدمرة. وبعد مرور 8 سنين بيكبر الطفل ده وبيكون اسمه شين والفوردو، وده عشان الراجل اللي آمن قال والفوردو. وبيكون العالم اللي هم فيه بيعتمد على السحر، وبيكون شين لسه عنده ذكريات من حياته القديمة، بس ما بيكونش فاكر هو مات ازاي. ولما رجع شين لجده البيت بيكون جده مبهور منه عشان اصطاد خنزير بري وهو عنده 8 سنين. ولما جده مارلين بيقول له يوريله سحر النار، بيندهش مارلين من قوة شين. وفي الوقت ده بتيجي ميلدا وميشيل على بيت مارلين، وميلدا بتكون متفاجئة من قوة شين عشان قدر يصطاد خنزير بري، بس بيعرفها شين ان ده بسبب المعدات اللي عملتها له. وميشيل بيكون مدرب المبارزة بتاع شين. وبعد سنتين مارلين بياخد شين عشان يعلمه سحر البحث عشان يبحث بيه عن الشياطين، وبيعرفوا مارلين ان الشياطين خطيرة. ولما بيبدأ مارلين في شرح الطريقة بيتفاجئ لما بيلاقي شين عملها من اول محاولة، وبيحدد شين مكان شيطان وبيروح عليه هو ومارلين وبيخلص عليه شين في ثواني معدودة. وبيكون مارلين متفاجئ ومصدوم من قوة شين اللي بتزداد يوم عن التاني. ولما بيرجع مارلين بيتكلم مع ميلدا وميشيل عن سرعة تطور سحر شين، وانه في المستقبل هتكون قوته كبيرة جدا. وبيكون مارلين معتبر شين حفيده وميلدا كمان. وبعد مدة بيقرر مارلين ان هو يعرف شين اللي حصل، وان هو مش جده، وان هو لقاه عند عربية متدمرة واهله كانوا مقتولين بطريقة بشعة. فبيقول له شين بعدها ماشي يا جدي. فبيكون مارلين متفاجئ ان هو متقبل الموضوع عادي. فبيقول له شين ان هو ما كانش متعلق بابوه وامه، عشان كده انا مش زعلان، وكمان انت كنت معايا وميلدا وميشيل كمان، وعشان كده عمري ما حسيت ان انا وحيد، فشكرا لك عشان انت اهتميت بيا. فبيتأثر مارلين وبيعيط من السعادة. ولما بيتم شين 15 سنة بيجتمع كل اصدقاء مارلين وميلدا عشان يحتفلوا بشين، وبيسألوا داسيوم انت قررت تعمل ايه في حياتك. بس شين لسه ما حددش حاجة، وبنعرف ان داسيوم هو ملك مملكة ارسل هايدو، بس شين لسه ما يعرفش. وبعدها بياخدهم مارلين على المكان اللي شين بيتدرب فيه، وبيوصلهم شين عن طريق بوابة انتقال، وبيكونوا مصدومين عشان محدش لسه استخدمها في العالم بتاعهم. وبيجمعهم مارلين وبيقول لشين يوريهم التعويذة. فشين بدأ في تنفيذ التعويذة، وبيكون الكل مندهش من النار الزرقاء اللي أول مرة يشوفوها. فشين بيضرب التعويذة وبيحصل انفجار كبير، وبيكونوا كلهم مندهشين من قوة شين. فميلدا بتمسك مارلين وبتهزقه وبتقول له ايه اللي انت بتعلمه للواد ده. وبنعرف ان ميلدا بتكون مرات مارلين. وبعد ما بيرجعوا على البيت بيتكلم داسيوم مع مارلين وبيقول له الممالك لو عرفت بقوة سحره الدنيا هتقوم ومش هتقعد. وشين بيكون مش فاهم حاجة. فبيقول لهم الملك داسيوم ان شين لازم يروح على مدرسة سحر في مملكته عشان يعرف قد ايه هو قوي ومميز. فبيسألوا شين مملكتك ازاي، فبيعرفوا ان هو الملك الثالث لمملكة ارسل هايدو. فبيصدم شين من اللي هو بيسمعه. فبيسألوا عن الباقيين، فبيعرف ان كلهم في مناصب عالية، حتى ميشيل كان قائد فرسانه. وبيكون شين مصدوم من كل اللي هو عارفه. بس شين بيسأل داسيوم وبيقول له انت عرفت جدي ازاي. فبيقول له ان اول مرة ظهر فيها شيطان بشري كنت انا في الحرب، والشيطان كان قوي وما كانش في حاجة قادرة عليه، لدرجة انه دمر الجيش في ثواني. ولما كان جاي عشان يخلص عليها بيجي مارلين وميلدا وبيلحقوني، ومن وقتها واحنا اصدقاء، وشكل مارلين وميلدا معروفين في المملكة. وبعدها بيركبوا العربية وبيكونوا رايحين على المملكة. ولما بيوصلوا هناك والناس بتعرف ان هما وصلوا الكل بيروح عليهم. وبعدها بيوصلوا على بيتهم في العاصمة وبيكون كبير جدا، وشين بيكون مصدوم من مساحة البيت الكبيرة. وبعدها بيحط حاجته وبيروح العاصمة عشان يتمشى فيها شوية. ولما كان معدي بيشوف شوية رجالة كده بيعكسوا بنتين في الشارع. فشين بيروح لهم وبيحط عليهم وبيضربهم، والبنات بيشكروه على اللي هو عمله. وكان في بنت جميلة جدا ومن جمالها شين بقى واقف متنح لها. وبعدها خدهم وراحوا يقعدوا على كافيه عشان يتكلموا شوية ويتعرفوا على بعض. وبنعرف ان البنت الاولى اسمها ماريا والتانية اسمها سيزيليان، بس هنقول لها سيليا وخلاص. وبيعرف شين من كلامهم ان هم هيروحوا نفس مدرسة السحر اللي هو هيروحها. وبيكونوا متفاجئين لما بيعرفوا ان شين هيروح معاهم نفس المدرسة. وبتكون ماريا بتحب مارلين وميلدا، وبتقول ان حفيد مارلين وميلدا هيدخل نفس مدرسة السحر، وبتقول ان هو اكيد هيكون قوي زيهم. فشين بعدها بيسلم عليهم وبيمشي. وسيليا بيكون باين عليها ان هي بقت بتحب شين. وبيجي يوم التقديم في المدرسة السحرية، وبيكون في قانون بيمنع اي حد ملكي او نبيل يستخدم سلطته ونفوذه داخل المدرسة، يعني هم كلهم زي بعض. وبيكون شين بيدور على اسمه، لكن بيجي واحد من العائلات النبيلة وبيقول لشين يمشي من هنا. ولما بيحط ايده على كتف شين بيروح شين موقعه على الارض. فبيقوم الواد ده من على الارض وبيقول لشين انت مش عارف انا ابن مين، انت مش هتنجب اللي انت عملته ده. فبيجي واحد وبيقول له المدرسة هنا كل اللي فيها زي بعض، واستعمالك لسلطة ونفوذ عيلتك هنا مخالفة يعاقب عليها القانون، ويلا روح من هنا. فبيحط الواد وشه في الارض وبيمشي. وبنعرف ان ده اوج ارسل هايدو ابن الملك ديسيوم. وبيروح على شين وبيتكلموا مع بعض، وبيكون اخ سعيد عشان شين بيكلمه كصديق مش كامير. وماريا وسيليا بيكونوا واقفين متفاجئين
ازاي شين بيكلم الامير عادي كده. وبعدها بتبدا الاختبارات اللي هتقيمهم. في الاول بيمتحنوا امتحانات ورقي، وبعدها بيقيسوا قوتهم السحريه، وبيكون شين متحمس عشان عايز يشوف قوه الطلاب اللي في نفس سنه. وبعد ما بيشوف سحرهم بيتصدم عشان سحرهم ضعيف خالص، وبيكونوا فخورين بسحرهم. وبعدها بيجي دور شين، بتقول له المدرسه ان هو يدمر الهدف اللي قدامه، فبيقلل شين طاقته السحريه خالص وبيضرب على الهدف وبيدمر المكان كله. بتتفاجئ المدرسه والطلاب من قوه شين، وبيطلع شين الاول. بعد انتهاء الامتحان بيطلبوا منه اداء خطاب قدام الطلاب عشان هو الاول، وبتنجح سيليا وماريا في الامتحان. وسيليا بتكون مندهشه من شين عشان هو قوته الجسديه كبيره بالاضافه لقوته السحريه العاليه. وبنشوف بعدها الولد اللي ضربه شين وبيكون متضايق جدا عشان شين طلع الاول، وكان بيقول ان شين غش في الامتحان. وبنشوف بعدها شين واللي ميلدا بعتت له هدوم وعليها كتابه سحريه، ومن الصعب انها تتشال، ولكن شين بيقدر يشيلها وبيعدل عليها وبيخلي الزي بتاعه اقوى. ولما بتعرف ميلدا اللي حصل بتصدم وبتقول له ما تعرفش حد باللي انت عملته والا هتحصل كارثه. وتاني يوم بيروحوا مع شين المدرسه عشان الحفل بتاع بدايه الدراسه، وبيجهز شين عشان يقول الخطاب. ولما المدرسه بتنادي عليه بتقول شين والفردو، فبتتصدم ماريا وسيليا لما بيعرفوا ان شين هو حفيد مارلين وميلدا. وبيقول شين الخطاب بتاعه، وبعدها بينزل شين وبيتقسم الطلاب مجموعات، وكل مجموعه بتروح على فصلها وكل حاجه تمام. ولكن بتروح له ماريا وسيليا وبتقول له ماريا ان في واحد بيطارد سيليا في كل مكان وفرض نفسه عليها. فشين بيتضايق من الكلام اللي سمعه. وبعدها بيسمع واحد بيزعق لسيليا وبيقول لها مش قلتلك ما تتكلميش مع راجل غيري. وبيكون هو نفس الواد اللي ضربه شين في اول يوم. ولما كان رايح يمسك سيليا بيبعده شين عنها، فالواد بيزعق له وبيقول له انت مالك بيا انا وخطيبتي. فبيسالها شين وبيقول لها الواد ده كلامه صح. فبتقول له لا ده هو تقدم لي وانا رفضته وهو عايزني اوافق عليه غصب عني. فبيقول لها شين انت خلاص في حمايتي دلوقتي. فبيتكلم الواد بطريقه خبيثه وبيقول لها ابوكي شغال عند ابويا في الشركه وممكن اخليه يرفضه. وفي الوقت ده بنسمع صوت اغو وبيقول له دي تاني مره تستخدم فيها سلطتك في المدرسه، وكمان بتهددها ان ابوك يرفض ابوها. الموضوع زاد عن حد وانت لازم تتحاسب. فالواد بيخاف وبيمشي. فبيروح اغو عند شين كده وبيطمنهم. فبعدها بياخدهم شين على بيته عشان يطلب من ميلدا ان هو يحمي سيليا ويعمل لها زي بتاعه. وماريا بتكون فرحانه عشان هتروح بيت مارلين وميلدا. وبيروح اغو معاهم وبياخد الاتنين المساعدين اللي معاه. ولما بيوصلوا هناك بيعرفهم شين على بعض، وبعدها بيعرفهم شين على كل اللي حصل. فميلدا بتبص لسيليا كده وبتقول لها انت اللي شين عايز يعدل على الزي بتاعك، انت شكله مش بيهزر في موضوع حمايتك ده، بس لو عايزاه يعدلك على الزي بتاعك جاوبي على سؤالي، هو انت تستاهل الزي ده؟ فبتزعل سيليا من كلامها وبتعيط وبتقول لها لا انا مستاهلش اي حاجه، انا استغليت شين عشان يحميني وانا مش هقبل ان انا اخد الزي ده. وبعدها بتقوم عشان تمشي بس ميلدا نادت عليها وقالت لها لو انت كنت وافقتي من البدايه كان زماننا رميتك من الشباك، بس انت باين عليك ان انت طيبه وكويسه. وشين قال لها انا ما حسيتش انك خدعتيني، ده انا كنت سعيد عشان انت اللي لجأتي لي. وبتتاسف لها ميلدا وبتحضنها كمان. وساعتها بتعيط سيليا وبعدها بتاخدها ميلدا عشان تلبسها الزي. وبيكون مارلين قاعد وحاسس ان هو ملوش اي لازمه في القعده دي خالص، وان ميلدا عملت كل حاجه وهو ما عملش حاجه. وبعدها لما بيكون شين بيكتب على الزي بيندهش الكل من اللي بيشوفوه، وبيقول الملك ان الموضوع ده لازم يبقى سر ومحدش يعرفه والا ممكن يحصل مشاكل لشين. وبعدها بيكتب شين على زي اغو واصحابه وسيليا، وقبل ما بيمشوا بيوريهم شين سحر بوابه الانتقال، وانه اي مكان راحوا قبل كده وشافوا ممكن يوديه لهناك في لحظه. وبيكونوا كلهم مندهشين من سحر شين. وتاني يوم بيروح شين عشان يوصل سيليا المدرسه، والعلاقه بينهم بقت علاقه حب متبادل. وشين كان مفعل طول الطريق سحر البحث عشان لو في شياطين في المكان او اي حاجه. وبيوصلوا على المدرسه وبياخدهم المدرس لفه في المدرسه وبيعرفهم الاقسام اللي في المدرسه واللي ممكن يختاروها. فبيقترح اغو على شين انه يعمل قسم خاص بيه عشان هو قوي مش هيستفاد اي حاجه من الاقسام التانيه. فاصحابهم بتعجبهم الفكره وكلهم بيقرروا ينضموا للقسم بتاع شين. وشين كان رافض الفكره في الاول، بس لما سيليا قالت له ان هي هتنضم للقسم بتاعه بيوافق بعدها وبيسموا القسم بتاعهم بمجموعه السحر المطلقه. ننتقل بعدها للملك واللي بيقول ان في شياطين كتيره ظهرت وعددهم ازدادت بشكل ملحوظ، وده ممكن يهدد استقرار العالم. والشياطين دول كان اساسهم بشر بيتحولوا شياطين لاسباب مجهوله. ننتقل بعدها للواد اللي شين كان ضربه في المدرسه، وبنشوف ابوه اللي بيعاقبه عشان سلوكه في المدرسه. فبيزعق الواد لابوه وبيقول له كل ده بسبب الحقير شين، انا مش هرحمه خالص. وابوه بيتصدم من كلامه وبيجي ضربه وموقعه على الارض وبيخلي الخدم يشيلوه. ولما بيعرف شين ان الواد اتعاقب خلاص بيرتاح عشان سيليا هتكون في امان. وبعدها بيسألهم شين عن الواد ده هو كان على طول كده، فبيقولوا له لا هو كان كويس لحد ما حضر مع الاستاذ ستروم وسلوكه بعدها اتغير. وفي بيت الولد بنشوف الام وهي بتترجى ستروم وبتقول له يشوف ابنها ويشوف هو متغير كده ليه. فبيوافق ستروم وبيدخل له، واول ما بيدخل بيعمل عليه تعويذه بتخلي عينيه تكون حمراء وبتكون هي دي عين الشيطان. وبعدها خرج ستروم وهو على وجهه ابتسامه خبيثه،
وعلى الجانب التاني كان اخ بيكلم شين وبيقول له ان الواد اتعاقب وما عادش لازم ان هو يجيب سيلة المدرسة كل يوم، فبيقول له شين ان بيوتهم قريبة من بعض ومش مشكلة لو وصلها كل يوم، وسيلة بتكون محرجة وبعدها بيعرفهم شين على سحر البحث وقدرته على تحديد اي نية خبيثة زي الشيطان او اي وحش، وبيكونوا مش فاهمين فبيحكي لهم شين على اول شيطان قتله وهو عنده 10 سنين، فبيتصدموا كلهم من قوة شين وبعدها بيطلعوا بره عشان يتمرنوا، وساعتها بيحس شين بنية خبيثة حواليهم، وساعتها بيتفاجئ بالواد وهو بيهجم عليهم وكان هيخلص عليهم بهجوم ناري قوي، ولكن شين بيلحقهم بالدرع السحري بتاعه، بس شين يده بتتحرق من القوة السحرية بتاعت الواد ده. وبكده بيكون الجزء الاول انتهى. يا ترى شين هيعمل ايه وهيتصرف ازاي؟ كل ده هنعرفه في الجزء التاني من حكاية شين. وقبل ما تقفل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا يا عم، سلام.